السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. امبارح زي ما انتم شايفين كده كنا بنقطع في الذرة. الساحة الناحية التانية برضه. الساحة اللي انتم شايفينها بتقطع ديت امبارح جبناها بعصرية انا وعبود. انا وعبد الرحمن ابني امبارح جبنا المساحة ديت واحنا شغالين اهو في عصرية كده، صلينا على العصر وجبنا بعضنا جبنا على النحيل. والنهارده ان شاء الله هنكمل، ما عادش معانا الا طبعا نص الارض، يمكن اقل شوية. نص الارض اقل شوية. راح اخش اغير الاوضه، اخش اغير هدومي كده، نلبس لبس الشقه. استعنا على الشقه بالله وهنوريكم ان شاء الله باذن الله، وهنعمل لكم حلقه حلوه تقطيع الذره والتكشير وتخزينها وامتى اقطع الذره وامتى ما اقطعهاش وامتى تستوي اعرفها ازاي، ولما اقطع ازاي برضه وارصها ازاي، والكلام ده كله في لمسات فنيه كده في الشغل ما فهمهاش الا فلاح مظبوط. فلاح مظبوط اللي يفهم الفنيات دي في الشغل. طبعا اللي ما يعرفش الفنيات ديت ان شاء الله باذن الله هنوريها لكم ونعرفها لكم. تابعوا معانا. طبعا في البدايه انا لما بشتغل انا ما بعرفش اشتغل بالمحشر. شغل المحشر ما بعرفش اشتغل بالشجرف او المنجل، دي اللي انا بعرف اغطي بيه بصراحه ربنا. طيب في البدايه خلاص كده يا جماعه، امتى اعرف ان الذره استوت؟ انا شوف ذره الجيران اللي هناك ديت لسه ما استوتش، جوزها اخضر. لما الذره زي كده غلبته تنشف او تنشف وتتدلدل بالمنظر ده، تمام؟ تنشف وتتدلدل بالمنظر ده. ودي انتاج الذره. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الحمد لله ما فيهاش دوده. بصوا بفضل الله، بفضل الله، اللهم صل على النبي. كده الذره نشفت. فوز الله اكبر، اللهم صل على النبي. انتاج السنه وبفضل الله ما فيش دوده، ما فيش اي دوده واكله فيه حاجه. ليه؟ ان كان من البدايه كنت شغال فيه صح، يعني كنت شغال في الارض صح، في الرش صح، في المبيدات بتاع التسميد، الكلام ده كله. بصراحه ربنا انا بخدم بتعب علشان الاقي، ومن جد وجد ومن زرع حصد. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه انا لما باجي اشتغل بقى زي ما انتم شايفين كده، بصوا الذره مرصوصه ازاي، حط الصف كله من اول لاخر. الصف مرصوص ازاي علشان لما نيجي نقشر، نلاقي بتاع حاجه مش من عندك يا حاجه، تعالي من ناحيتي، تعالي في عدله، تعالي من ناحيتي. امبارح كنت شغال انا وعبد الرحمن بس لوحدنا، النهارده امي جايه تساعدنا. بصوا مش هاين عليها، تلاقيني بشتغل وتسيبني في لوحدي في الارض وما تقفش معايا. حسك بالدنيا يا حاج. ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي وسطك الطيب. مش هاين عليها تشوفني شغال انا وعبد الرحمن ابني وتسيبنا في حل. يا حاج والله اقول لها يا حاج اقعدي خليكي في البيت استريحي، يا حاج اقعدي بالله عليك ما تيجي، هو والله لا اقف معاكم شويه. هي كفايه نفسها معانا ونفسها معانا في الدنيا. هنبدا نقطع ان شاء الله وهنوريكم واحنا شغالين برضه ان شاء الله. تعالوا يا جماعه. طبعا الناس اللي كانت متابعه معانا من اول الزرعه بتاعت السنه دي، كنت زارع لوبيا على البتاع، شوفوا بفضل الله طلع قد ايه، اللهم صل على النبي. وبدات تعمل قرون اهي، عامله قرون اهي. دي اللوبيا الخضراء لسه خضراء في الوقت، هي قرون اهي. طبعا ديت بقى بتنشف وبتاع، ما بننسف منها جزء وبناكل منها جزء اخضر. تمام يا رجاله؟ وبنقطع زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. اهم حاجه واحد بيقطع زي كده لازم يسوي كده، تمام؟ ليه بقى؟ عشان اللي يجي يقشر يلاقي صفه الخزان كلها في اتجاه واحد، ما يلاقيش كوز هنا وكوز هنا. الخط لما بيكون متساوي اللي بيقعد يقشر كده يلاقي كل الخزان ورا بعضها، يلاقي كوز هنا وكوز هنا وكوز هناك وكوز. فلازم يبقى في تركيز في الشغل، دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انتوا هتلاحظوا زي ما انتم شايفين، بصوا بقطع التقطيع بتاعي، بصوا من على وش الارض اهو زي كده اهو. بعدين انا بشتغل بالراحه، يعني شغل انا ايه طبيعتي بشتغل بالراحه، لان انا مش ماكري وشغال في ارضي، فبقول حتى لما خلصوش النهارده اخلصوا تاني يوم. طبعا يا جماعه يعني اكتر مهنه فيها حاجه في الدنيا دي كلها
مهنه الفلاح ديت. احنا كفلاحين يعني الشباب احنا لسه بادئين شغل. بصوا ميه، العرق، تعب، مهنه متعبه جدا 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 وكلها شجره. وطبعا احنا عشان توصل لك شويه لوبيا، شويه فاصوليا، شويه ذره، رغيف العيش اللي بيوصل لك انت كمهندس او دكتور او محامي او ناس في المدينه، بيوصل لك من شجره ومن عرق واحد زي حالاتي. تعب بجد، تعب بحبر ربنا. فما يجيش معلش بقى في اللفظ كده عيل من العيال الفرافير اللي امها بتديها او اللي امه بتاكله وبتصرف عليه على العيش في شقه ايجار. يقول لك الفلاحين ومش الفلاحين والكلام الفاضي ده. احنا مش عايزين يعني بحاجه ربنا بتزعل يعني. ما يقول لك انت فلاح يعني ايه بتستجيل بيا مثلا؟ يعني انت ما تعرفش الفلاح اللي قدامك دوت مع واحد. انا عن نفسي معايا واحد فني صناعي قسم ميكانيكا وشغال يوتيوبر وشغال بلوجر، وبفضل الله اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. ربنا مرضيني قوي. بس الارض ديت عرقي وشقايا فيها. دي الارض اللي ابويا سابها لي، دي الارض اللي ابويا سابها لي اكل منها فيما بعد لو الدنيا جت عليا. تمام يا جماعه؟ فمش عايزين يعني ايه الكلام اللي ملوش لازمه ينجاب. تمام؟ لسه بقى ان شاء الله باذن الله الفيديو دي لها تكمله، بس التكمله ان شاء الله تبقى بعد اسبوع لما نمسك الارض ديت نقشرها ونطلع المحصول بتاعها ونخزنه. بقالنا دلوقتي تقريبا 4 ايام اهوت سايبين الذره ايه مش زي ما انتم شايفين. قطعنا وخلصنا كده الارض كلها الحمد لله كده نغمناها اهيت بفضل الله. اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. المحصول حلو جدا السنه دي يعني في كتير الله اكبر يعني عليها. تعالى كده عبد الرحمن. بسم الله بسم الله الله اكبر. الذره شايفين يا جماعه بفضل الله نظيفه مفيش دود اهي. بصوا الكوز نفسه عامل ازاي اهو بفضل الله مفيش دود خالص اهي. اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب. بصوا كان اللهم صل على النبي. الله اكبر. نرجع بقى نقشر تاني. يبقى التكشير ازاي بقى يا جماعه؟ طبعا الناس الفلاحين عارفه اللي انا هقول ده. تمام؟ لانه يبقى في لك مسله لا اما مسمار زي كده المفروض في حته فتله ديت وبعد كده على الكوز اهو. بعد كده ومغطسه كده وطالع كده يظهر لي الكوز بالمنظر الجميل ده اهو. تاني كده تاني اهو العود اهو الكوز اهو. اقوم حاطط المسمار فيه كده اهوت ومغطس كده وافتح نصنا اهو يظهر لي الكوز بالمنظر ده. تفلجه تفلج العرق نفسه وهكذا وانت قاعد كده. شغلانه التكشير يعني مريحه شويه عن الايه؟ عن موضوع القطعيه. بس انا بصراحه احب القطعيه عن التكشير. ما سبحان الله ما عرفتش ما بحبش التكشير خالص ليه. صلى على الحبيب خلي قلبك يطيب.